السلام عليكم خوتي ومرحبا بكم في قناتكم قصرة بالون. ان شاء الله تكونوا بخير وتكونوا بصحة وعافية. جيتكم في هذا الفيديو جديد نحكي على قرار الاتحادية بالمشاركة في بطولة الشان بالمنتخب الوطني المحلي بعد ما انسحبت في وقت فات. الخبر حطته جريدة الخبر بقلم الإعلامي رفيق وحيد، واللي دايما يقول عندي مصادري الخاصة وغير ذلك. أقرأ لكم المقال بعنوان الخضر يشاركون في الشان، يعني بهذا العنوان، يعني هنا كاين تأكيد. نقرأ لكم المقال. اتفق الاتحاد الجزائري لكرة القدم رسميا مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف للمشاركة في بطولة إفريقيا للاعبين المحليين شان، بعدما استبعدت الفاف في وقت سابق المشاركة بسبب موعد إقامة المسابقة. وكشف مصدر الخبر أن الكاف اقتنعت بمبررات الفاف إلى جانب الاتحادين المصري والجنوب إفريقي بأن برمجة مسابقة الشان شهر فيفري وفي آخر لحظة سيؤثر على برمجة البطولات في بلدانها، فضلا على أن شهر جونفي ليس نافذة فيفا، بما يجعل إرغام الأندية المحلية على تسريح لاعبيها للمنتخب المحلي غير قانوني. يعني هنايا في الشطر الأول تاع المقال أنه السبب عدم المشاركة من الفيدرالية الجزائرية والمصرية والجنوب إفريقية أنه موعد إجراء هذه البطولة راح يكون شهر فيفري، يعني الشهر الجاي. موش داخل في تواريخ الفيفا، يعني أن الفرق ما راش تسمح للاعبين تاعها يروحوا يلعبوا عليها، جبدوا رواحهم بعد عودوا ولاو. وحيال مبرر الجزائر وجنوب إفريقيا ومصر وإعلان الفاف في مراسلتها للكاف بأنها مستعدة للمشاركة في الشان بمنتخب الشباب في حال عدم تأجيل المسابقة إلى شهر جوان، اختارت الكاف إضافة منتخبين اثنين إلى قائمة المنتخبات المتأهلة إلى الشان، وعددها 17 منتخب حتى يصبح العدد 19 منتخب. وحددت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم 7 منتخبات للتنافس على التأشيرتين، ويتعلق الأمر بمنتخبات الجزائر، مصر، جنوب إفريقيا، مالاوي، غامبيا، الغابون وجزر القمر، على أن تحتضن تنزانيا المسابقة، مع العلم أن تنزانيا ما راهيش واجدة، مانيش عارف كيف راح يعطيوها لتنزانيا، معليش. أما عن نظام المنافسة فإنها ستجري بنظام خروج المغلوب، ويستفيد المنتخب الجزائري من الإعفاء من الدور الأول على أن تجري 3 مباريات بين المنتخبات 6، بعدها يتم سحب القرعة بانضمام المنتخب الجزائري الذي سيلعب مباراة واحدة ستسمح له بالمشاركة في الشان في حال ما فاز بها. يعني هنا راح يخدموا اللي ينغلب يخرج بين هذه. المنتخب الوطني تاعنا راهو معفي من الدور الأول، يعني نلعبوا مباشرة الدور الثاني. المهم، ومن المقرر أن يتم تشكيل المنتخب الجزائري للشباب من لاعبي الأشبال والأواسط والأمال وبعض لاعبي الأكابر، يشرف عليه المدير الفني الوطني بالنيابة فؤاد شيحة، وعضو المكتب الفيدرالي كريم قاصد، الحاصلين على شهادة تدريب كاف برو، في انتظار تحديد الكاف لموعد التصفيات. يعني هنا المنتخب اللي راح يشكلوه راح يكون منتخب يعني مخلط من الذراري معناتها من الصغار، يعني بين راح تكون اي 19 اي 23 راح تكون من هذا الناحية هذه، وراح يشرف عليهم المدير الفني بالنيابة فؤاد شيحة وعضو المكتب الفيدرالي كريم قاصد. هذو هما الزوج اللي راح يشدوا هذه ليكيب، عندهم شهادة كاف برو بيان سير، وهما اللي راح يشرفوا على هذه ليكيب. هذا هو الخبر خوتي. ان شاء الله تكون منافسه مشرفه للمنتخب الوطني الجزائري هذا تاع الشباب، وعلى لا نجيبوا هذه البطوله بالرغم انها ما عندهاش هذيك القيمه لكن من ناحيه اللاعبين الصغار تاعنا هذوما اللي يجوا يلعبوا ويشاركوا راح تكون مليحه، خصوصا اللاعبين المحليين انهم راح يجذبوا انظار الكشافين تاع الفرق الاوروبيه، حتى انهم يتعاقدوا معاهم ويطلعوهم لاوروبا للاحتراف، وراح تكون فرصه يعني للمشاركه مع المنتخب الوطني الجزائري، وهذه حاجه مليحه. نتمنى التوفيق لمنتخبنا الوطني الجزائري، وان شاء الله نشوفوهم يقدموا نتائج مليحه. اعطونا رايكم في التعليقات خوتي، هل هذه الدوره مفيده لينا ولا ماشي ولا ما تهمش؟ المهم كل واحد يشاركنا رايه في التعليقات. هذا هو الفيديو خوتي، تهلاو في روحكم، يعطيكم الصحه المشاهده، شكرا لكم، السلام عليكم.